على فكرة بحبه، بس انا عاوز اتريق على حد. اسكت بقى عشان ما اعملش منك ميم ماتيريال. استوقفني التعليق ده جدا جدا او الرد ده علشان احاول استوعب، يعني هل ده شخص مثلا كان ملان او يشعر بالملل فقال لك اما ايه نخش نخبط في اي حد، زي بالظبط الفيديو اللي هو ايه 4 اصحاب قاعدين في عربيه فزهقانين فقام رايح شاتم واحد قال له خناقه ويلا ننزل نتخانق، لو اجر شكل وخلاص. ربما تكون السوشيال ميديا هي المكان اللي بتشعر فيه بقيمتك او ان كلامك مسموع او ان كلامك له قيمه او له وزن من خلال مثلا التعليقات او من خلال عدد اللايكات او عدد الها ها ها او التعليقات الداعمه من اصحابك اللي يعني بينفخوا فيك، فبتتملي كده وتحس بالزهو والفخر وتشعر انك لك اهميه وان كلامك له اهميه وان الناس منتظره الكلام اللي انت هتقوله والتعليق اللي هتعلق بيه. وللاسف الشديد ده قد يدفعك في بعض الاحيان انك تستغل عدد المتابعين في تهديد بالاغتيال المعنوي لبعض الناس من خلال انك تعمل منهم ميم ماتيريال. يعني ما تعملش كده، يعني ما اللي انت بتعمله ده غلط. يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. هاف ا لايف مان، يعني ما يكونش دي حياتك باي شكل من الاشكال.